حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض السمك المشوي. طبعا معايا كيلو سمك مكاريل. حابه انت بقى تعملي سمك البلطي اي نوع سمك، اعملي بالطريقه اللي انا هقول لك عليها دي. طبعا غسل السمك بالليمون والملح، تمام كده، عشان الزفره اللي فيه ومنضفاه. معانا كل الشوائب اللي فيه، تمام كده ومنضفاه. معايا بقى الخلطه بتاعت السمك المشوي. معايا كزبره خضراء، معايا شطه، معايا قرن فلفل، معايا ليمون، معايا توم، تمام كده، معايا ليمون معصور، يعني معايا شريحة ليمون زي كده هحطها في الخلط، شريحة ليمون، ومعايا ليمون معصور، معايا خل، وطبعا التوابل كمون وملح ورشة كزبرة. طبعا الخلطة كل ده اضربه في الخلاط وارجع لكم تاني. بجيب الخلطة بعد ما ضربتها في الخلاط، طبعا احط عليها معلقتين زيت، احط عليها معلقتين زيت كده واضيفها على السمك. طبعا اقل حاجه التتبيله دي لازم تقعد في السمك عشان السمك يشرب منها ساعتين، تحطيها كده في الثلاجه ساعتين، تمام كده. تحطي بقى شبكه وتحتيها صينيه وتحطي على السمك تحت الشوايه، تمام كده. طبعا انا كده ايه هتبلها واحطها في الثلاجه ساعتين وارجع لكم تاني. وكده يا جماعه الخلطه حطيتها على السمك. طبعا حطيت على الخلطه بعد ما ضربتها في الخلاط، حطيت عليها معلقتين زيت وحطيتها على السمك. طبعا التتبيله دي لازم تقعد في السمك اقل حاجه ساعتين، تمام كده. تتبليه كويس كده بالسمك تحطيها في الثلاجه تقعد ساعتين. وطبعا تجيبي شبكه وتحتيها صينيه وتحطيها تحت الشوايه كده في الفرن عشان السمك الشوي. طبعا لما تتبل هرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما السمك طبعا اتبل قعد ساعتين. طبعا حطيت وجبت صينيه قلب زي كده وجبت شبكه، تمام كده، وحطيت عليه السمك مسخنه طبعا الفرن، واحطه بقى في الفرن وارجع لكم تاني. ما كانها ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما طبعا السمك اللي استوى في الفرن. طبعا عامله جنبيه شرايح خيار وطماطم. ودي طبعا السمك بيحب الطحينه، عامله جنبيه طحينه، تمام كده. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك.